الا جربتي هاد الوصفه راح تولي مدمنه عليها. على سلامتكم، باش تكونوا كامل مهنيين. كيما راكم تشوفوا الوصفه تاعنا اليوم، جبت لكم واحد لي سوفلي. واش نقول لكم، يجوا خفاف كي لي بونج، هايلين بزاف، بنان، مقادير مضبوطه. يعني مقادير متوفرة في كل بيت، ويجوك راكو تشوفوا فيهم الصورة راهي تعبر عليهم. نبداو الوصفة بدون إطالة. أنا نجيب الريسيبيون تاعي، ندير فيه ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، نزيد معاهم ملعقة كبيرة تاع السكر، وبيان سور نزيد معاهم 2 كيسان تاع الماء دافي. هنا راح نستعمل أنا حليب بودرة. إلا ما عندكمش حليب بودرة، ديروا 2 كيسان تاع الحليب، هكذا باش تجيكم بنينة. بصح صدقوني كي ديروا هاد الطريقة ولا هاد الوصفة، فرق كبير بين كي نديروها بالحليب البودرة ولكن نديرها بالحليب تاع العادي. زدت معاها نص كاس تاع الزيت، وزدت معاها 2 ملاعق كبار تاع حليب بودرة، وزدت معاها بايات تاع البيض، ونروح نخلط كامل المكونات تاعي. لازم يكونوا متجانسين. هاد الخطوه ضروريه بيان سور قبل ما تبداو نديروا الفرينه تاعنا، بيان سور، والملح. شوفوا لي انا توجور كي ندير بيتزا ولا المهم معجنات هكذا ولا مملحات، واش ندير كي ندخل الفرينه. درت هنا تالي باكيت على ليفر 10 غرام، نوزتها 10 غرام. كي ندير الفرينه تاعي ويكون الخليط تاعي كيما راكم تشوفوا هكذا، 2 كيسان تاع الحليب ولا البيض، عفوا الحليب ولا الماء. لازم ندير هاد العمليه واللي هي الخليط تاعي نضربو مليح قبل ما نبدا ندير بيدي، يعني قبل ما ندير الفرينه بيدي. هنا درت ملعقه ثاني تاع الملح. كيما قلت لكم نخلطو مليح كيما شفتوا في الاول، باش نبدا نخلط بيدي. هذه ضروريه باش تتجانس لنا الفرينه تاعنا مع هذوك المكونات. في هذيك المرحله نقدر ندير الفرينه ونبدا نخدم بيدي. قلت لكم مقادير مضبوطه، صدقوني الوصفه هايله هايله بزاف. قد ما نشكر فيها قد ما قليل. وتقدروا هاد العجينه يعني تعتمدوها، ديروا بها ميني برجر، تقدروا ديروا بها الخبز هذاك تاع المملح تاع لي ساندويتش، يعني تخدموا بها بزاف. وانا السر تاع لي سوفلي تاعنا باش يجونا سوفلي، نديرو هكذا في العجينه تاعنا، نضربوها كيما راكم تشوفوا هكذا. راني ندخلها في الهواء، لازم ضروري هاد الوصفه. شوفي قد ما تقدري ديريها، يعني الا ما وجعوكش كتافك. انا توجور نخمم على المراه نقول وجعها كتافها وكذا، ديري قدر المستطاع، يعني حوالي 2 دقائق 3 دقائق حتى ل5 دقائق الا تقدري. ومن بعد نكمل ندير لها الفرينه حتى تكون لنا عجينه يعني طريه بيان سور، ونغلق عليها ونخليها تخمر كاي عجينه تاع هكذا مخبوزات ولا مملحات. هنا بعد ما خمرت لي نجيبها، وانا هنا مازالها يعني طريه لدرجه انه مازالها تتلاصق في يدي. وهذا هو القوام اللي راني نحوس عليه. لو كان تيبسوها شويه ما تجيكمش هذيك لاباط تاعكم ولا لي سوفلي تاعكم ما يجوكمش سوفلي هكذا. شوفوا انا نوري لكم الاختمار كيفاش دارت لي الداخل، هذوك كيفاش اختمرت لي الداخل. فوالا خلوها هنايا في لو بلان دو طرافاي اللي كنت ديجا درت فيه الفرينه، ونعاود نحط فيه الفرينه من الفوقه ونخدمها. هنا ما تعجنوهاش، غير يعني سقموها غير بالعقل، ما لازمش تعاودوا تعجنوها. وإلا غلطتي وعجنتيها عاودي خليها تخمر. شوفوا هاد العجينه انا خليتها تخمر مره واحده، لو كان نتوما تخلوها تخمر مرتين ولا 3 تعطيكم نتيجه احسن من تاعي. انا كنت مزروبه بيان سور. الوصفه هذه صورتها في رمضان، كنت مزروبه. ما حبيتش ندير لكم، يعني درتها واقيلا في النهار الاخر تاع رمضان ولا نهار قبله. ما قدرتش ندير المونتاج تاعها. المهم سي بوغ سا سينو كنت نزيد نخليها تخمر مرتين حتى 3، اي حاجه بريوش ولا خبز ولا، قد ما تخلوه يخمر وتكسروا له الخميره قد ما يجيكم نتيجه احسن. انا جبت لومبورت بياس تاعي الكبيره اللي عندي، اللي ما عندهاش دير بول تاع شوربه ولا اي عفسه وتقطع بها عادي، يعني ما عندكش كاع مشكل. يعني ماشي لازم هنا شحال من سنتيمتر ولا شحال لومبورت بياس تاعك. انا هاد لومبورت بياس تاع لا سيري لي جو سيري، يعني جو مجموعة كبيرة. شوفوا هنا أنا ما حبيتش ندير لكم الوصفة تاع لاصوص طوماط، باسكو أنا ديجا كنت حضرتها مع التحضيرات تاع رمضان، وجدتها وحطيتها ريحتها. نعطيكم الوصفة هكذا شفهيا. أنا هنا درتو بالتونة، يعني بالطون. نتوما ديروا واش حبيتوا لداخل لا فارس، تقدروا ديروا غير لاصوص طوماط وفرomاج، يعني ماشي مشكل، ماشي لازم حتى ديري
حاجة واحدة أخرى، أنا درت هاد الطريقة باش ما تسليش فقط لا صوص طوماط، كيما نتوما تقدروا ديروا واش تحبوا الطريقة اللي تساعدكم، ديروا بها. تحبوا ديروا بلا فورشات هنا كيما كنا نديروا بكري، تحبوا تخلوها هكذايا. نعطيكم الوصفة تاع لاصوص طوماط. لاصوص طوماط كاين وصفتين، نعطيكم وحدة منهم. جبت الطماطم تاعي، جبت 3 حبات 4 حبات اللي عندك، زدت معاها 3 4 حبات تاع فصوص تاع الثوم، ومن بعد نديرهم في اللي ترحي طماطم، سواء اشواغ ولا البغا ميكسور ولا واش عندكم، رحيتهم. ومن بعد درت شويه زيت في الطنجره تاعي، ودرت شويه حار شويه عكري، ودرت معاها زعتره والرند، ودرت هذيك الطماطم والثوم تاعي. هنا تقدروا ديروا ثاني البصل، هذا ما كانوش درت لها بيان سور الملح. وديروا الا حبيتوها حاره ديروا الحار، ما حبيتوهاش حاره خلوها هكذاك. شوفوا انا كملت كامل لي سوفلي تاوعي، جاوني سنيوه وشويه. هنا درت هذاك الصفار تاع البيض، درت له كميه يعني حوالي ملعقه او زوج تاع الحليب باش تعطيني هذاك الاحمرار الشباب، يعني هذيك لا كولور شابه. تقدروا تستغناو تاني تاع الحليب عادي. قلت لكم فقط. ومن بعد خليتها حتى طيب، ما تشدلكش بزاف، يا ربي 10 دقائق تكون طابت لكم. تطفوا عليها، زيدوا رموا لها شويه زعتر من الفوق، هذا ما كانش تلقلقوا. وهذه هي لاصوص طوماط تاعي. قلت لكم ما حبيتش نديرها باش ما نطولكمش لا فيديو بزاف. هنا طيبتها، انا درت كوداير الفوق تاعي 200 درجه. كي دخلتهم درتهم في الوسط ودرتهم 180 درجه. شوفوا لي النتيجه، روعة. على بالي باللي شهوكم، نتمنى ان شاء الله كي تشوفوا لا فيديو تاعي تنوضوا كامل ديروها سواء في الفطور ولا في العشاء. انا صراحه مدمنه على هاد الوصفه، نحبها بزاف، ولادي يحبوها بزاف. على بالي بلي نتوما الثاني تحبوها ولادكم يحبوها. وكاين اللي ما ينجحولهاش لي سوفلي. واش نقول لكم؟ نقول لكم جربوا الوصفه تاعي، مضمونه وناجحه 100%. لحقنا نهايه الفيديو، ما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك واللايك بيان سور، وتبارطاجيو لا فيديو. نتلاقاو في فيديو اخر، يلا مع السلامة.